الأخ اسكندر يقول: شيخنا، لماذا لا يقام حد السرقة على السراق والفاسدين؟ ما حد يسرق. عزيزي، أولا نعم، الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء سواء سارقين أو الحدود الأخرى حقيقة هي حياة للمجتمع، لأنه الإنسان إذا علم بالعقوبة لم يسئ الأدب ويعتدي على الناس. لكن أخي الكريم، هذه الحدود مو أي واحد يجي يطبقها. يعني إذا صار البناء أي واحد يجي يطبق حدود الله تصير فوضى. الحد المفروض أن يقيم من أذن له الإمام بإقامة الحدود. وإحنا الآن ما عندنا أخي الكريم يعني السلطة للفقيه، ما عندنا الآن دولة للفقيه، ماكو حاكم شرعي الآن من المراجع اللي مبسوط اليد وممكن أن يحكم. نعم، نرجع وين؟ نضطر أن نرجع للقانون، لأنه الآن الفقيه ما مبسوط اليد وما يقيم الحدود على الناس، وهذه طبعا موكولة لأصل يعني هم الفقهاء هو يشوف المصلحة وين ويطبقها. أما الآن هم ما عندهم بسط يد، ما عندهم دولة، ما عندهم شرطة، ما عندهم يعني آلية قانونية لتطبيق الحدود. لذلك يبقى القانون، هذا القانون الوضعي، القانون اللي سوته الدولة. احنا مضطرين أن نلجأ للقانون. أما إقامة الحدود الآن ما متيسرة، لأن الفقيه والحاكم الشرعي غير مبسوط اليد.